السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير. وكنعتذر على هاد الغيبه اللي طولت عليكم شويه. كما كتشوفوا في هاد لقطات الفيديو اللي حاولت نبين لكم هكذا في الاول، فغادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو واحد الطياب ديال الدجاج كان معمر ومحمر في الفران ديال الزنقه وجا هائل، واللحم حتى هو جاي مدغمر. درناها في عرس ديال بنت جيراني، فكانت تعذر لينا ان تجي السيده تتكلف، وتكلفت انا والحمد لله كان جا داكشي مزيان. وصورته وقلت نشاركو معكم. هنا خدينا العطريالات يساع اللي غنحتاجو كاع في شرموله الدجاج، في النصيب، في كل شيء. وعندنا اللوز تمايا، عندنا كل شيء. هنا بالنسبه باش غنملحو الدجاج، اول حاجه عندي هنايا 2 كيلو ديال الحامض، غنقطع طريفات وغادي نطحنها مع الماء، وغنزيد ليها سكنجبير والملحه، ومن بعد غندير شويه ديال الخل. المهم انا هذا الفيديو حاولت نشاركو معكم كامل، يعني من الاول من التمليح ديال الدجاج حتى الطياب حتى لكل شيء. وان شاء الله نتمنى انكم تجربوه، يعني راه كيجي زوين بزاف. هاد الشرموله اللي غندير كتجي بنينه وبمكونات اللي غندير فيها، فنتمنى الا كان عندكم هكذا شي حاجه تجربوه. هكذا 8 دجاجات 4 2 علاش لا، يعني جربوا هكذا. راه شو غير واحد يزعم شي شويش، راه ماشي صعيب الحال. هنايا غادي ندير داك الخليط اللي كنطحن ديال الحامض مع الماء، وكنزولهم داك العظيمات باش ما كيجيش هكا. هو ما غاديش نستعملو حنا في هذا الداخل غير باش كنملحو، ولكن الا زولتو العظوم احسن باش ما يمرر لكمش الدجاج وصافي. هنايا كنعاود نطحن، كنكمل كل شيء. هو بالنسبه للاشاره، يعني الوقيته اللي كيكون فيها شويه الحامض غالي، الا كان ما توفرتوش عليه وكان عندكم غير نسبه قليله، زيدوا عليه داك الرونج اللي كيكون في داك الشجره ديال الزهر برا. يمكن لكم ديروا حتى داك اللب ديال الرونج، حتى هو كنملحوا به الدجاج، فتا هو كيجي زوين. تعاونوا به هكا في الحاله اللي كيكون فيها شويه الحامض غالي، ولا كيكون مثلا 15 درهم 10 دراهم. ولكن في الحاله كيكون بحال هاد الوقيته هكا رخيص، راه ماشي مشكل. فانا كنزول هذاك القشره ديال الحامض، اولا يمكن لكم تعصروا شويه الحامض وتخليوه عندكم. هذا يعني تبدا كنصوب، وانا نتفكر خصني نصوب شويه ديال العصير ديالو، كنخليه باش كنصوب ديك لامارينات ديال الدجاج اللي كنبيتها فيه. فهنا زودت القشيرات ديالو، وبطبيعه الحال كنزول حتى العظومه. غنطحنوا مع شويه الماء، اولا يمكن لكم تطحنوا غير هو بوحديته. هنا حيت عندي نسبه كبيره ديال الدجاج زدت عليه شويه الماء، وغادي نخليه هنايا باش غادي نزيدو على الشرموله اللي غادي نديرو للدجاج. فهنا كن كنغطيه ونخليه، عفوا ماشي الشرموله، يعني ديك لاميغيناد اللي كنبيتو فيها الدجاج. هنا كنديروا داك الحامض اللي طحنت مع الماء، كنزيدو تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال السكنجبير، يعني ماشي بالعبار. وهنا واحد 4 ديال الكياس ديال الملحه، ضفتهم هكذا. انا غادي نزيد شويه الخل حتى هو من بعد غنزيدو، لانه في الاخر حتى انا عاد فكرتو في التالي. وهنا غادي ناخد هاد الشيء اللي خلطت هكذا، هاد السكنجبير مع الملحه مع الحامض والماء، وغادي نبدا ندهن الدجاج. وهنا شي شويه كتشوفوا شويه الدجاج عندي جامد، لانه كانوا خفوه شويه في الغسيل، خداوه على تيساع وخفوه شويه في الغسيل وجمعوه في الكونجيلاتور، حيدوا له داك الجنيوحات والعناق وداك الشيء. فهنا كنحاول نعطيها هكذا ما بين الفخاد باش يبقى يطاوع، يعني فاش نجي نغسلو باش يتنقى لنا. فكندير له ديك كنملحو مزيان هنا بديك الترقيده، وكنخليه هنا كنصبح بكري، يعني كنت وجدته بكري وخليته حتى الليل. يعني الليل متاخر كنت خليته حتى الليل، وصافي بديت كنقي ديك الساعات. فانا اول حاجه نتوما معايا غادي ندهلو هادشي كامل وغادي نخليه. فصافي هنا كنحاول نعمرهم كاملين، كندير هكذا ما بين الفخاد. هنا غنزيد شويه الخل. صراحه كنت انا عاد فكرتو وزدتو بالنسبه لهذوك الدجاجات اللي كنت درت لهم الخليط في الاول، حتى هما زدت لهم شويه د الخل، غير شويه ماشي بزاف. صافي وكنخليهم هكذا، يعني ما كنعومهمش داك الماء بزاف ولا كيجيو عايمين به. صافي كنحاول نعمر الدجاج هكذا كيكون راويين من الداخل كما كتشوفوا. صافي وما بين الفخاد كنخليهم يباتوا اولا يقيلوا فيه، وصافي باش كيطوعنا كنحيدوا له هكذا. صافي هنايا من بعد ما كان الليل وكان داك الوقت متاخر، صافي خديتهم وبديت بديت كنزول هذا العروق اللي تكون هكا ما بين الفخاد لداخل.
صافي هنا خديت شويه الملحه، عاونت بها يعني ماشي ضروري الملحه، غير دوزت كل وحده بها، كنحاول نحيد بهم داك الريوق وداكشي اللي تيكون في الدجاج، وكندوز وحده بوحده. صافي ما غاديش نخلي فيه ديك الملحه تعاود ترقد اولا شي حاجه، غير بعد ما دوزتهم وعاودت شلتهم بالماء وغسلتهم مزيان. صافي كتلاحظوا بان الدجاج كيكون تنقى ولا اللون ديالو بيض، يعني الجلده كيولي ديال اللون ديالها بيض وكيولي الدجاج نقيقي. وراه من العوامل باش كيجي الدجاج زوين وكيجي بنين في الطياب، راه السر ديالو هو الغسيل مزيان. راه حيت الدجاج الا كان مغسل مزيان وملح مزيان واخد وقته في التملح، يعني بايت فيه اولا قيل مزيان، راه كيتسوق من الاسرار ديال الطياب ديال اللذه ديال الطياب ديالو. صافي كنكمل هكذا وكنزول داك هكا الا كانوا باقيين شرويشات اولا ما بين حدا هكا التالي ديال الدجاج اولا في داك التالي ديال الفخيضات كيكون ريشه ملاصق، يعني انتبهوا ليه مزيان. هادو هما العروق اللي سمو الكريوق اللي تيكون ما بين الفخاد، كنحاول نحيدهم. هاد البلاصه كنأكد عليها يعني تنقى مزيان هكا في الدجاج. صافي كندوز وحده بوحده بديك الملحه وكنحطهم صافي وكنخليهم هنا. صافي هنايا غنمشي نبدل هاد الماء ونصفيه نزولو باش ما يخنقش هكذا. هذا كنزولو وكنعاود نعمر هكا، نعومهم مزيان هنا بالماء نقي باش كنحيدو منهم ديك الملحه اللي غسلتها بهم. كما قلت لكم راه ماشي ضروري دوزوهم بالملحه المره الثانيه، ولكن كنحاول نكمل بها. درتكم يعني طريقه باش كنصوب انا الدجاج. صافي كنعاود نفينيه مزيان، اللي كنتبقى فيه شي حاجه هكا كما كتشوفوا داك الحامض لاصق فيه اولا هذا، وكنعاود نحيد هاد البليصات مزيان. كنأكد لكم على هاد البلاصه هنا. صافي كيتنقى مزيان كيولي ما نقولكمش كيولي بيض، يعني اللون ديالو كيبيض هانتوما كما كتلاحظوا. واخا الاناره كانت ضعيفه لانه كان الليل متاخر. صافي هادشي اللي كاين هنا. غادي ندوز باش كنوجد لا مارينات ديال اللحم، حتى هو غنبيتو فيه واحد التتبيله، وحتى الدجاج حتى هو غندير واحد لا مارينات غنشاركها معكم، يعني كلهم الاسرار ديالها غنعطيها لكم في هذا الفيديو. هنايا صافي كنوجد هذيك العطريه اللي غادي ندير فيها اللحمه ديالنا. كندير البزار تقريبا واحد 2 معالق، سكنجبير كذلك، الخرقوم حتى هو. هذه من غير العطريه اللي غنزيدو اللحم، يعني هذا كيبات فيها باش كيبنان. وكندير شويه هنايا عندي بسيبيصه مطحونه دقيناها في المهراس، هي كلها وجدنا هادشي على تيساع. هنا بسيبيصه كنت وريتكم الشكل ديالها كيفاش داير في الفيديو ديال بسطيله. وحتى في اللحمه فاش غنبغي نطيبو غنوريكم بسيبيصه صاينه كنزيدها هكا حتى هي في الطياب. هنا ما كثرش، يعني درت غير ويس معلقه، وفاش كنبغي نطيب كنزيدها صاينه هكذاك، كنخليها ما مطحوناش. صافي وكندير شويه الماء وكندير تويمه وغادي ندوز فيه اللحم ديالنا ونخليه يعني ما غاديش يبات لانه كان الليل متاخر، غير باش يجلس فيها واحد 3 سوايع ولا 4، ولا غدا ليك طيبته في الصباح بكري. فانايا صافي تكلفات صاحبتي ابتسام الله يسهل عليها، كانت جات لقاتني فرحه واحله وبقات معايا الله يكثر خيرها. فانا دوزنا الدجاج، دوزنا عفوا اللحم كامل دوزناه في التتبيله وعمرته في البانيوات وهبطته هكا للثلاجه. تقريبا يمكن كان عندي شي 23 كيلو او 24 ما عرفتش. ما بقيتش عاقله لانه الفيديو شويه راه كان عندي شحال هو في التليفون عاد باش مونطيت لكم، كنعتذر على التاخير مره اخرى. هنا بالنسبه للحمى هبطنا الثلاجه باش نصوبوا وداكشي اللي غيكون في الشرموله، الحشوه اللي غتكون في الشرموله. بما انه الدجاج صافي غسلته خاصو غير واحد لا مارينه اللي بات فيها، فكل شيء هنا كان بالليل نقصو بالليل باش غدا ان شاء الله نطيبو الصباح بكري لانه كان عندنا الغدا. فهنا خديت واحد الكميه الكورنيشون نتوما كتشوفوا معايا، عندي حامض مصير، عندي الزيتون مقطع. وبالنسبه للشعريه حاولوا ما طيبوهاش هي مزيان، كلشي غنوريها لكم بالضبط. الشعريه كان لا حتى الغدا ليا عاد وجدتها. ف هنايا كندير الكورنيشون كنطحنو، يعني هاد الطريقه اللي كندير انا في شرموله تبعوها، فراه غيجيكم دجاج لذيذ وخطير البنات. راه واحد الطريقه يعني شاركت معكم سر من الاسرار ديال شرموله اللي كندير انا في الدجاج واللي كنديرو حنا هكا في العائله. هنا راه كنديرو هكا كورنيشون مزنان، كنديرو هكذا في الحشوه كيجي زوين، كيعطي واحد المذاق راه بوحديتو في الشرموله. يمكن لكم تقطعوا رقيق، غير هو حتى فاش كطحنوا هكذا بلا شوار حاولوا طحنوه وما ماشي طحنوه حتى هذا، خليوه هكا باقي طريفات فراه كيجي زوين.
صافي كنطحنوا ديك الكميه اللي عندي، هانتوما كتشوفوا شحال. وهنايا بالنسبه للزيتون حتى هو صافي حتى هو طحنته. الزيتون كاين اللي كيديرو هكا مقطع طريفات، فانا ما كيعجبنيش هكا في الشرموله باين، كنقطعو وهو فاش كيتطحن هكذا راه بحال كيزيد بنه حتى الشرموله كيزيد بنه. وسيرتو واحد الشرموله عندي البنات كنديرها هكذا بالزيتون مقطع مطحون مع الروز، راه كيجي بنين حتى هذاك بواحد الطريقه. دابا ان شاء الله نشاركو معكم في شي فيديو. وهنايا حيدنا اللب ديال العصير ديال اللب ديال حامض المصير عفوا. وبالنسبه للقشره غنستعمل غير وحده. صافي كنديروا اللب ديال الحامض وقشره ديال حامضه وحده فيهم. هادشي كان عندي بالليل، قلت لكم نقصتو باش لا غدا ليه صافي غير نفيق بكري ان شاء الله. كنت سبيتو بالليل متاخر، والصباح كنت تقريبا مع شي يمكن 6:30 او هذا ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن كنت فقت بكري باش كملت له الشرموله. صافي هنايا غادي ندير واحد الماغيناد غنبيت فيها الدجاج. هذاك الشيء كان غير تحضيرات ديال الشرموله نقصها. هنا درنا الثومه، درت السكنجبير، الخرقوم، شويه البزار، وداك العصير ديال الحامض اللي كنت طحنت حيدت له القشره. الا تبعتيو معايا في الفيديو من الاول كنا طحناها بالقشره اللي درنا ملحنا به الدجاج. ونقصت واحد الكميه اللي طحنت مع الماء، يعني كنت نقصها باش نحضر بها هاد الماغيناد. ودرت شويه الملحه قريصه هنايا. وكنعطي عاوتاني ما بين الفخاد ديال الدجاج كندير ديك الماغينات كنحاول ندخلها باش كيجي بنين. وصافي هنايا كندوزو وغادي نتكلو حتى الصدر ديالو. باش انا ما كنتكش الصدر يعني في الوقت اللي كنكون كنملح فيها حتى كنكون كندير له هاد الماغينات. انا زدت واحد شويه د المعدنوس والقزبر مخلط، يعني هزيتهم هذيك ديال الحشوه ديال الشربوله. صافي وكندوزهم هكذا وحده بوحده وحده بوحده، وكنخليهم في البانيوات وغادي يباتوا. هما ما غاديش يباتوا لانه الليل متاخر، غير تقريبا واحد 3 السوايع اللي خليتهم فيه، لان كنا بقينا شي يمكن كانت هكاك شي 2:30 او لا ما شحال في الليل ولا 3. والصباح صافي كنت نص مع 6:30 باش وجدت له الشرموله ديالو ونصيفطوه للفران. فهنايا كنتكلو داك الستر ديالو وبدينا كنوجدو الربيع. عندي المعدنوس كيكون بكميه كثيره على القزبور. فبالنسبه للمعدنوس كان عندي تقريبا 2 قباطي ونص او 3، والقزبور كان عندي 2 قباط. فهنا كان صافي هنا وجدت الدجاج ديالنا بديك الماغيناد حطيتهم هكذاك وهبطناه للثلاجه حتى هو مع داك اللحيمه اللي شرمنا، وخليناهم يباتوا لغدا ليه في الصباح باش نطيبوهم. وهنا الشرموله نقصها كلها بالليل، يعني كلشي حضرته بالليل. درت فيها واحد معلقه ونص تقريبا ديال المطاط، والفلفل الاحمر، سكنجبير، الخرقوم، الثومه، الربيع. انا قلت لكم عندي 2 قباطي ونص ديال المعدنوس، وحتى الا كانوا 3 كان احسن على حسب الكميه اللي عندي. الدجاجه 31 دجاجه وجوج ديال القزبور. صافي هنا كان الصباح وكنت بكري. وبالنسبه للشعريه درتها في الماء دافي، ماشي غليان، غير دافي، على ما طلقات تقريبا واحد الساعه المكانه. فكما كتلاحظوا باقا شويه عاصيه، ولكن راه برا في الطياب ديال الفران برا كتجي هي هذيك. هنا كنت البصله درت تقريبا واحد 4 البصلات مقطعين رقاق بزاف، ودرت ديك الكبادي كنت غليتهم مع شي شويش ديال الحامض وحيدتهم. ودرت ديك الشعريه، درت ديك الربيع اللي درنا في الليل مع الكورنيشون طحون مع الزيتون. درت فلفله احمر زدتها لانه بانت لي ناقصه. زدت سكنجبير تقريبا. الا بغيتو نعطيكم بالقياس غادي تجي واحد 4 المعالق ديال الفلفل الاحمر حتى 5، 3 المعالق ديال السكنجبير، 3 المعالق ديال الخرقوم. هذا غير تقدير، اما كندير عيني ميزاني. هنا درت واحد الدوامه ديال السمن، كان عندكم السمن يمكن لكم ديروه، ما كانش صراحه الله خدينا غير دوامه. وصافي ودرنا الثومه كميه كثيره. الثومه حاولوا ماشي تدقوها، تمعسوها وتكون مازال شي شويه، يعني ما تمعسوهاش في ديك المعاسه، يعني تكون شنو نقول لك بحال دوزها شويه في المهرج، ولكن تكون مازال طريفه صاينين. ما تدقوش حتى صافي تولي هكا، ولا تقطعوها بالمسرقي وخا. صافي كنبقاو ندوزو. درت الزيت تقريبا واحد الكاس ديال زيت مبلديه مع كاس ديال زيت المائده. وصافي كنبقى نخلط داك الخليط. كتشوفوا الشعريه كما قلت لكم كنعاود ناكد انها مازال شويه عاصيه، ولكن راها في الطياب كتجي هي هذيك. حسن ما ديروا لها المطايب
وتهبط، ومنين كطيب على برا كتزيد ما كتبقاش باينه في الشرموله. صافي كنزيد نضيف واحد شويه الملح. هنا راه كنت كندوق واخا يعني داكشي مازال ما طايبش، ولكن كنت كندوق. درت الكمون، نسيت ما ذكرته لكمش، تقريبا تما واحد 2 معالق حتى 3 معالق كبار الكمون. هنايا عندي الهريسه، الا قلت لكم شحال من حاجه كنت كنصوب وانا عاد كنتفكرها، يعني ما كنتش موجوده داكشي في الغطران وحاطه حدايا. فالهريسه تفكرتها في الاخير هي والكمون. فلفله حمراء حتى هي زدتها، كنخلط وكنشوف الفلفله الحمراء القياس. وبالنسبه للضو ما غيبان لكمش لانه كنصبح بكري والضو ضعيف في الكوزينه، يعني ما باينش، كان مازال ما طلعش النهار. وهنايا من بعد صافي كنا خرجت الدجاج ديالي من الثلاجه وبديت كنعمرو بالشرموله. وهنا ما غنسدش، غنعمرهم كاملين وغنستفهم حتى نشوف كلشي عندي مساوي هو هذاك في الشرموله. صافي بديت كنعمر مزيان وكنبرك عليهم باش كيجيو عامرين مزيان، كيجيو هذا. المهم الحجوه كتكون فيهم كاملين. صافي كندهنهم بجنيباتهم. كما قلت لكم راه فاش كيكون الدجاج منقي مزيان وبايت في ديك لا ماريناد والشرمول هكذا توجد بهذه الطريقه، راه والله الا كيجي رائع. ما نزيدش نشكر لكم، كنتمنى تجربوهم هكا ولو في الدجيجه ولا 2 ولا 3. جربوهم، صيفطوهم هكا الفران الغديوه او العشاء ولا شي حاجه، فراه كيجي بنين بزاف. انا صراحه كنت وجدته في الخطبه ديال هاد بنيته نيت، و عاودت لهم منين وجدوه في العرس، فالناس شكروه يعني وعجبهم. فالحمد لله. قلت نتقاسموا معكم، حاولت قلت ملي يعجبكم قلت له غنصور شرموله مع طلبوها مني بزاف، فقلت لي مالا نستافدوا جميع. فغندوز كاملين الدجاج غنعمرو بديك الشرموله هكذا. صافي هنا استفتهم كاملين وبديت نقاد الحشوه يعني كاملين كنشوف واش داكشي هو هذاك عامرين مزيان. فالحمد لله جاتني هي هذيك عبار مع الدجاج ديالي 31 دجاجه. وهنا صافي كنت قديتهم وكنتسنى غير لما يطلع النهار شويش ونديهم للفران. الفران با حسين الله يكثر خيره، يعني واحد السيد من اطيب خلق الله، كيبغي المهنه ديالو. راه شوف راه الطياب ولا اي حاجه، اي مهنه عندك واي هوايه اللي كنتي كتبغيها راك كتعطي فيها. راه فران كيطيب لك الدجاج، قال لي كنطيب الدجاج حتى كيولي بحال الفرماج الحمر. قال لي عرفتي راه العظم طايب ديال الدجاج ما شاء الله عليه. حتى الشرموله جات بنينه، راه الفران كيكمل لك الطياب ديالك. يعني ماشي ديروا الدجاج وتديوه عند فران اللي ما كيكونش اختصاصي في في الفراحات وفي هذا، راه ما يطيب لكمش. راه واحد الناس يعني كانوا طيبوا بسطيله بقات الورقه بيضه سنيده ما دابتش. علاش؟ لانه الفران ما اختصاصيش في الطياب. ملي كيكون اختصاصي وكيكون كيعرف الميدان ديالو، راه الحاجه كطيب وكتزيد لك اللذه، كيزيد اللذه هو الطياب. فصافي هادشي اللي كاين هنا. بالنسبه للحم كنت درتو تا هو كان بايت في الشرموله ديالو في ديك لا ماريناد اللي درنا له. العطريه خلاص، غير العطريه وشويه الثومه البزار كما وريتكم، سكنجبير الخرقوم وصافي والماء. وكنا بيتنا فيه داك اللحم كيبنان شويه وداك الدويمه ديال الزعفران. فهنا درنا معاه البصله، تقريبا تما شي 8 كيلو د البصله اولا 7 كيلو باش كتجي دغيا على حسب الناس اللي كانوا. صافي درت داك اللحم ديالنا ودرت هنا سمحوا لي كان تليفوني هنا يدبني شي شويه في لاباغاي ديالو كيهبط، فما انتبهتلوش يعني كنت كنحاول نطلعو. هنا درت سكنجبير. هنا كنزيد العطريه لانه كنا بيتنا في شويه العطريه، فكنزيد العطريه على حسب النصيب. سمحوا لي غنطول عليكم شويه في الهضره في هذا الفيديو، لكن حاولت ما امكن نشرح لكم كل شيء باش هكذا نستافدوا جميع و ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوا حتى نتوما الطياب. فهنا كندير ديك القريفه اللي كتكون مزيانه سبيسيال ماشي العاديه اللي كتكون هكا ديك رولي. كندير طريفات 3 ديال لي غولي كنفرقهم على الطاوه جناب الطاوه. ودرت سكنجبير تقريبا واحد 4 المعالق اولا 3 كبار عامرين. ودرت شويه ديال الخرقوم. هنا كندير ومن بعد فاش كنحرك الطنجره كنزيد شويش على حسب كتشوفوا هكا اللون، كتشوفوا القياس، نتوما كطيبوا وانتوما كتشوفوا. هنا بالنسبه للبزار كنت درت تقريبا شي 2 معالق في لا ماريناد، وهنا كنزيد واحد المعلقه ونص حتى 2. يعني ما تحاولوش نحرروه بزاف بالبزار. صافي درت ديك الربيطه ديال المعدنوس. هنا كندير شويه الملون باش يجي هكا اللون ديال المرق مزيان. ودرت داك الدويمه ديال السمن كما شفتيو. صافي وكنحاول نحرك ندخل فيه ديك العطريه مزيان مع بصيله.
وصافي غنروي غادي نخليه غنروي غير شويه، نخليه يطلع فيه ديك العطريه، ومن بعد غنرويه نسدو عليه ونخليوه يطيب. هنا كنت قديت الفرنو حتى هو بالليل، كنت قديت له البوطه باش في الصباح يجيني ساهل. يعني ملي يكون عندكم هكذا شي طياب ولا شي حاجه، نقصوا الحاجه اللي غتصوبوا، نقصوها من الليل، فاش الصباح يبقى لكم غير ديك الترويمه وتردوا الطياب ديالكم. صافي هنايا رديتو، كنا درنا الزيت. هنا كنضيف الثومه، درت ليه شويه الماء باش ما تحرقش العطريه. وهنا كنضيف بسيبيسه، هنايا راه ما دقيتهاش، خليتها صاينه. ومن بعد حاولوا يعني تبان لكم باش تزولوها من النصيب. بغيتو تدقوها ديروها مدقوقه، انا كنت درتها صاينه غير الوقت ما كانش عندي، ودرتها هكاك صاينه. هنايا كندير شويه الزعفران شعراء على ما كطلع مع الصهد، وغادي نحكو نديرو في الطابه. حتى هو كيعطي ضروري. انا كتعجبني بسيبيسه، زعفران شعراء، السمن، كيعجبني هكا في الطياب. يعني راه ما يمكنش نطيب بلا ما كانش هكذا. دائما كنوصي واحد السيد كيجيبوا لي من اكادير، وواحد السيده زعما الله يجازيهم بالخير كيجيبوا زعفران غزال ديال تيليوين، فكنشكرهم حتى هما من هذا الفيديو. فهنا كندوز دوك الدجاجات ديالي كاملين كنربطهم هنا. صافي كنطلع للنهار كانت شي تقريبا شي 9:30 هذيك، لانه خفقت بكري وقديت الشرموله كملتها وداكشي. هنايا صافي دوزنا. كنت قديته خليته على ما رديت اللحم، وغادي نقص ليه البوطه، وغادي نخرج ندي الدجاج انا نيت. يعني ما كاينش اللي غادي ما زعما ما كاينش اللي كان جاي يتكلف لي ولا كيعرف الفران مقنعات وهذا. صافي ديته راسي درته في الطوموبيل وخرجت ديته انا وصاحبتي. فهنا غير على ما رديت اللحم داكشي باش تسنيت، وعلى ما حتى الفران هكذا يبدا شغلو داكشي عاد نديلو. فهنا ربطو. وبالنسبه للدجاجات اللي شفتهم غادي يتحلوا ولا شي حاجه، راه كنت ربطتهم بالخيط باش صافي كنتاكد ان صافي يكونوا مسدودين مزيان. وحتى الفران كيجيو ساهلين في الطياب، ما كيتعذبش معاهم. هنا درت خيط كحل باش يبان ليا نزولو من بعد الا طابو، ولا ديروا خيط بيض اللي كيكون غليظ شويه. صافي هنا راه كنت رديت نجراد اللحم وحركته، وهنا راه كنت كنضيف شويه الخرقوم في الاخر زدته ونقصت ليه البوطه. وصافي على ما رجعوا هنا درت الدجاجات ديالي ومشينا للمونفلوري. فران كاين في مونفلوري. هنايا با حسين، ها هو مشوى با حسين. جاي فواحد الدريب، دابا نخلي لكم الرقم ديالو والنعت ديالو مزيان، فهو غادي يهضر معنا. هاي صورت غصورك بينك با حسين. يلا الله يسهل امرك. هو مولا الجزائر. اي الله يستر امرك. يلا يلا شكرا. فهذا هو الرقم ديالو هنايا كاين. وهنا هذا الدرب فين كيتواجد هنا في مونفلوري، فقريب للشارع الكرامو. فرجعت للدار وشفت اللحيمه لقيتها الحمد لله مزيان، لان كنت ناقصه لها. هنا كنت زدت لها شويه الخرق قبل ما نخرج. نزيد لها شويه الملون اللي باش حسب اللون باش كتجي زوينه وكتجي مدغمره. فزدت لها مليحه، لقيتها ناقصه دقتها بعد ما دقتها بطبيعه الحال. هنا كنعتذر منكم وريتكمش الكسكاس، كنت فورت فيه هاد الخيزو الصغيور وبطاطا ديك الصغيره حتى خديتها. وكنت خلصت البروكولي درناه في المطايب. فهنا عندي شويه معدنوس غالب على القزبور، درتو. يمكن لكم تستعملوا غير المعدنوس بوحديتو مع بزار ومليحه وشويه زويته بليه. كندوز فيهم ديك الخضيره اللي فورنا. صافي هكذا. وبالنسبه للبرقوق حتى هو كنعسلوه باش نديروه للحمه. هنا كنت زودت اللحم باش ما يتفتتش لانه طاب. وديك الدغميره يعني بقات ديك الطنجره كبيره هكا، كثر ديتها غير الكوكوط، حولتها غير الكوكوط لانه ما عندناش بزاف. صافي دغميره اللي تكفينا. زولت ديك الطنجره كبيره شاده لي سباس درتها في الكوكوط. هنايا صافي الخضيره اللي كنصوطي في ديك الزويته مع البزار مع داكشي كنجمعهم هكذا وكنغطيهم بسلفان كنوجدهم. وهنا الدغميره ديالنا حتى هي كانت وجدات. صافي ما كانش بقى والو الغدا، وكنحاول نحضر كلشي ونخليه على اتساع. حنا البروكولي تا هو كندوزو في شويه ديال بعد ما خليته في مغليان كندوزو تا هو في نفس التتبيله اللي درت الاخرين. صافي هادشي اللي كاين. وجدت بيض السمان قشرناه ودرناه في البافون. هنا الزيت زدت له واحد شويه المعدنوس. صافي هادشي اللي كاين. البطيطه ديالنا الحمه كانت بردات ورديتها هكذا في الفران فاش بغيت نحط غير شويه يعني باش ما تكحلكمش اللحم. غير شويه سخنتها دفيتها
كانت مازال الطنجره نردها تسخن وغتجي ساهله في الحطان. غير انا دوزتها في الفران سخنتها شويه. هنا بالنسبه داك الخويط اللي كنت درت في الدجاج كما قلت لكم كنحاول نزولو صافي كنصيفطو لنا في صنادق سخيخن وطلعناه في لاطات ورد معاه صنادق كتعطيه لوكاليزاسيون كيصيفط لك الدجاج فيما كنتي. فقال لي ما غتهزلكش في الطوموبيل، صنادق ما غيتساعولكش، خلي نصيفطولك. فداك الشيء اللي كنصيفطو لوكاليزاسيون صيفطوا لي. فالله يكثر خيره صراحه كنزيد نشكرو وكنعاود نشكرو على الطياب ديالو. الله يكثر خيره كيخدم بكل مصداقيه وكيبغي الميتي ديالو صراحه الله. في هنا كنا كنقادو باش نحطو الغدا، فحطيت الصلحه بالزربه لانه كانوا نجمعوا الغدا معطلين وكان خصنا نحطو الغدا دغيا. فقديت ودرت تخديره هكذا من الجنيبات. درنا طوماط سوريز مع شويه المورتاديل. يمكن لكم ديروا لدان فومي، يمكن لكم تزينوا بكل واحد وشنو باغي. بروكولي مجناب طيطات صافي وكنقادو. بالنسبه للحمه هي غادي نزينها بشويه ديال البرقوق مع الزنجلان اللويزات. وبالنسبه للمرافقات ديال الطبله كنا درنا شويه ديال الزعلوك وشويه زويتنات من الجناب هكا فطيرات. يمكن لكم ديروا حتى الخيار مقطع. فكتزيدوا تعمروا الطبله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.